عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في فيديو النهارده عن التصريحات الخطيرة اللي أدلى بيها رئيس الوزراء الإسرائيلي من شوية. نتنياهو كان في اجتماع مع الحكومة الإسرائيلية وقال تصريحات خطيرة جدا. قال إن إحنا في محور سداسي بنشكله، وهو بيضم الهند وبيضم قبرص وبيضم اليونان وبيضم دولة أفريقية ودولة عربية. احنا هنحاول مع حضراتكم نقول ليه الهند جايه وليه الدول الافريقيه جايه وليه قبرص واليونان، ولكن هنرجع لها كمان شويه. احنا بنتكلم دلوقتي المحور السداسي دي ده ليه يا عم نتنياهو؟ قال علشان نقضي على ما تبقى من المحور الشيعي. المحور الشيعي ده اللي هو كان اصلا افغانستان وايران وحزب الله والحوثيين وبشار، فده تقريبا بينتهي بضرب ايران. انتهى المحور الشيعي للاسف. طب قال ايه تاني نتنياهو في التصريحات؟ قال ان احنا هنتصدى للمحور اللي بدأ يتشكل، المحور السني. وهنا هنقف ونقول ليه نتنياهو بيقول التصريحات دي دلوقتي، وليه الدول دي جايه مع نتنياهو اصلا. الهند اللي في اخر الدنيا ايه اللي جايبها؟ نتنياهو يقصد بالمحور السني، يقصد طبعا مصر والمملكه العربيه السعوديه وتركيا وباكستان. دول الاربع دول اللي نتنياهو قصده عليهم. طيب هناخدها واحده واحده كده مع بعضنا. الهند جايه من اخر الدنيا علشان في منطقه الشرق الاوسط وتعمل محور مع اسرائيل. ليه؟ الهند جايه علشان الهند يهمها ان باكستان تقع، فالهند جايه علشان كده. طيب ليه قبرص واليونان؟ قبرص واليونان انتوا عارفين المشاكل اللي ما بينهم وما بين تركيا، فهم بينضموا لحلف اسرائيل ونتنياهو علشان هم يهمهم ان تركيا تقع. طب ليه الدولة الأفريقية مين هي؟ دي أثيوبيا. أثيوبيا يهمها إن مصر تقع، فبتنضم لحلف إسرائيل والحلف السداسي اللي نتنياهو بيتكلم عليه. وطبعا إسرائيل نفسها يهمها إن السعودية تقع. فهنا هنبقى عرفنا ليه الدول دي جاية وبتعمل محور مع نتنياهو. الخطير في الموضوع يا جماعة إن الحرب والكلام اللي نتنياهو بيقوله ده مش كلام سياسة، ده كلام دين وعقيدة. وهنا نتنياهو بيدخلنا في حتة تانية خالص. لكن نتنياهو لازم نربط كلامه بكلام السفير الامريكي اللي اتكلم في اسرائيل من يومين، وبالحشد الامريكي اللي في المنطقه. يا جماعه انا علشان لا اخفي عليكم سرا انا قلقان من الحشد الامريكي. الحشد الامريكي ده للاسف ممكن دي دوله الخيانه في دمها، ودول ناس ما تعرفش العهود وما تعرفش يعني ايه العهد. فالحشد ده يخوف في المنطقه. المنطقة كلها خايفة، قادة المنطقة كلها يعني عاملين حسابهم ان الضربة ممكن تيجي فيا. انتوا متخيلين؟ الحشد الامريكي غير مسبوق. امريكا بعتت 50,000 جندي امبارح لمنطقة الشرق الاوسط. انتوا متخيلين العدد؟ ان الجنود والطيارات والغواصات وحملات الطيارات ده كله عشان يضربوا ايران؟ اكيد لا، اكيد في حاجة تانية بتتدبر، اكيد في حاجة تاني اكبر من كده. السفير الامريكي ركزوا في الكلام اللي قاله، بيقول احنا عايزين اسرائيل تمتلك كامل الشرق الاوسط. يا جماعه احنا في مرحله خطيره من مراحل الزمن. اللي بيحصل ده ما حصلش نقدر نقول من 100 سنه. في تغيرات كتير هتحصل، وامريكا بالحشد الرهيب اللي عملته ده، والنهارده نتنياهو بيقول على التشكيل السداسي اللي هو عمله ده. دي تصريحات لازم نربطها كلها ببعضها. يا جماعه في حاجه بتتدبر للمنطقه اكبر مما نتخيلها. الحشد ده حشد مش بيتجمع بالساهل، ده عشان يتجمع بيصرف مليارات. امريكا هتحاول تفرض كل شروطها على كل المنطقه خلال الفتره دي، واللي مش هيوافق هي بتقول له رجالتي موجوده. فدي مشكله. والعرب والمسلمين لازم يكونوا واخدين بالهم من اللي بيحصل ده، وجنودنا ورجالتنا يكون في اعلى الجاهزيه. واحنا مش قادرين نقول حاجه، بس هو الحشد ده يخوف. يعني انا عايز حضراتكم تبقى مقدرين ان الحشد الامريكي في المنطقه مع التصريحات بتاع السفير الامريكي وتصريحات نتنياهو، والهند جايه واثيوبيا جايه وقبرص واليونان، في حاجه بتتدبر للمنطقه، حاجه كبيره كمان. فاللي نقدر نقوله ان ربنا يحمي بلادنا، وربنا ينصر مصر وينصر العرب. خريجي ابتدائي، سلام. احنا مش هنسيب سينا، احنا مش هنسيب سينا لحد. يا تبقى سينا بتاعت المصريين يا نموت.